احذر يا صاحبي، ممكن غربتك تتحول لإدمان مش واخد بالك. إزاي؟ عندما تصبح غربتك بلا هدف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مع الوقت أصبحت مدمن للغربة. ليه؟ لأنه بقى أصبح ملكش هدف واضح، ملكش تارجت، ملكش مرحلة عايز توصل لها وبعد منها تقول ستوب. أنت طول الوقت ماشي، رايح لفين؟ ما تعرفش. أيام بتعدي عليك وشهور وسنة وتنزل أجازة وترجع واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وأنت ما بتسألش نفسك أنا هنا لإمتى؟ وأنا هنا بعمل إيه؟ هنا يا صاحبي بتصبح الغربة هو إدمان. هي بقت لايف ستايل لحياتك، هو بقى أسلوب حياة. ما بقتش بتبحث عن هدف تحققه أو بوزيشن عايز توصل له أو حاجة أنت كنت طالع من بلدك علشانها. أنت بقيت عبارة عن آلة ماشية أوتوماتيك، آلة بيجي وقت الأجازة بتنزل وبيقضي أجازته بيلاقي نفسه جايب شنطة هدومه وراجع تاني مرة يعد من جديد في الأيام. دي مشكلة كبيرة بتواجهنا كمغتربين، إن إحنا مع الوقت بنتحول للأسف لشيء في دماغنا مش مفهوم. بتلاقي نفسك بتقول أنا هنزل، أنا خلاص قررت، وللأسف بتلاقي نفسك في آخر وقت بتراجع نفسك وبتقول لأ أنا لازم أرجع تاني، أو لازم أجدد سنة أو سنتين أو أيا كان مدة العقد بتاعك، وبتلاقي نفسك مستمر لإمتى ولفين. الوقت ده هي الغربة أصبحت النداهة، النداهة اللي أخدتك زمان من سنة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وربما 10. هتعرف ترجع منها تاني؟ هتعرف تذكر نفسك بالهدف اللي انت كنت متغرب من أجله؟ هتنجو. مش هتعرف تحدد، مش هتعرف تذكر نفسك، مش هتعرف تاخد قرار. انت هتعيش مدمن للغربة لحد ما عمرك كله يعدي. طيب هل مفيش حل للمشكلة دي؟ هل مفيش حل للورطة دي؟ هل مفيش حل للخوف؟ هل مفيش حل لقدرتنا على أخذ قرار العودة؟ لكل واحد محتاج يقعد مع نفسه، محتاج يراجع نفسه كويس، محتاج يفهم ويقدر ويدرس وضعه المالي والنفسي والأسري، وضعه الاجتماعي. محتاجة مننا كلنا كمغتربين إن احنا نعيد تفكيرنا ونحاول نوصل لبر الأمان قبل فوات الأوان. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.